مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نعمل مع بعض سوا من قشور البرتقال منكه للحلويات ومطيب للحومات. البرتقال يا أماراتي وقت تقشروها وتاكلوها لا ترمولي هذا القشر، الله يرضى عليكم. هذا القشر خلولي إياها على جنب لأنه هو بصراحة كنز ونحن ما لنا عرفانين. لهيك منقشر كذا برتقاني وناخد قشرهم الخارجي لحال من دون ما نكون مقشرين معهم شي من لب البرتقاني أو قلبها. هدول القشور بناخدهم وبالسهرة وانتو عم تشربوا كاسة متي تحطوهم على الصوبيا وتقلبوهم لحد ما ينشفوا تماما، وبايدكن هيك بتكسروهم بتتأكدوا انه خلص صاروا معنا ناشفين تماما. هلا بعد ما نشفوا معنا على الاخر بناخدهم وبنروح على طاحونة الخلاط. كلاتنا عنا هاي القطعة يلي قليل نستخدمها وهلا صار دورها. هاي القشور بنقطعها وبنحطها بطاحونة الخلاط وبنطحنها لحتى تصير معنا ناعمة كتير. انتو بقى فيكن تتحكموا بدرجة النعومة اللي انتو بدكن اياها لهذا المسحوق. انا بصراحة بنعمه كتير منيح وبعمله مثل البهار تماما لحتى ما يبين معي بالاكل، بس يعطي طعمة طيبة. هلا ونحن عم نطحن شموا بقى الروايح الطيبة والفواحة. لما خلصنا طحن الكمية الموجودة عندي كلياتها بدي اخذها وحطها بقطرميز بلور. افضل شي البلور لمنع الرطوبة. وهلأ هاي البودرة اللي عملناها بنقدر نستخدمها بكل أنواع الجاتويات والحلويات، وكمان لسلق اللحومات بتعطي نكهة كتير كتير طيبة. إن شاء الله أكون فتكن. بحب أذكركن أنا ماني شيف بس بحب الطبخ كتير، وجود من الموجود.